كمية الفيديوهات اللي موجودة من ناس كبيرة قوي في السن بتتعلم أطفال أندر ايج ازاي يكلموا يشقطوا بنت معاهم في الدفعة، مضحك لدرجة إن الموضوع أصلا ما بيشتغلش، وأنت عارف كده كويس، وأنت غالبا قلبت على فيديوهات كتير زي دي، لأن غالبا ده مش أول فيديو شفته عن ازاي تكلم المرأة، فاهم؟ والموضوع كرنج. فبس زي دي مشكلة فعلا، الإحساس لما أنت تروح وتبقى خايف ومتوتر، حاسس إن أنت بتكلم حاجة أعلى منك، فاهم؟ اللي هو انا قاعد مستني الجادجمنت بتاعتها، انا قاعد مستنيها استناها تقول لي انا كويس ولا وحش، فاهم؟ ان رفضها او عدم رفضها كده، انه عشان اروح لازم يبقى عندي حاجه، فاهم؟ اللي هو لازم تفكر وتخطط وتعمل حوارات في دماغك عشان الموضوع يبقى بيرفكت. هذا الضغط والتوتر اللي بيبقى عليك، وفي الاخر بتفشل وبتقعد في الشعور ده اللي هو مفيش بنت عايزاني، فاهم؟ وده حاجه بتخلي كل راجل يكره نفسه، ان هو عارف انه مفيش بنت عايزاه، واكشولي دي حاجه كويسه. ليه؟ لانه المفروض لو نص الكوكب مفيش ولا بنت اتراكتد ليك خالص، ده غالبا معناه ان انت لاكينج في حاجات مهمه قوي، لان ده مش شيء طبيعي. اللي هو لو في بنت مفيش اي راجل عايزها، غالبا ده السبب. لو في راجل مفيش اي بنت عايزاه، غالبا ده السبب. غالبا في حاجات مشكله فيك، انت مش غلط كبني ادم، يعني انا مش بقول لك انت كبني ادم تكوينك غلط وعمرك ما... لا مش كده، بس ده معناه ان في حاجات معينه انت مسقط فيها، وهي اللي عامله لك هولد باك. وانا عشان عديت بالتجربه دي رياليستيكلي وفي منطقه قريبه منك، مش اللي هو مثلا يعني انا سافرت دبي، فاهم؟ وقاعد بتعامل مع اكبر هوس في الكوكب، فاهم؟ البنات اللي عندهم اونلي فانز وتطلع تحط صدرها للشاشه، وفاهم شقطتها نمت معاها، واجي اقول لك انا اتعلمت ازاي انا اتعلم مع بنات. لا يا اسطى، ودول حاجه، والبنات اللي هو بتتعامل معاهم دي تو دي لايف، البنات الولاد الناس اللي بنتعامل معاهم في العادي، دي حاجه تانية خالص. فازاي تقدر ان انت تكسر الحاجز ده وتتعامل مع ده؟ خليني اديك نبذه عني. انا كنت الطفل الرفيع، فاهم؟ كنت الواد الرفيع، بس مش الرفيع اللي هو فاهم عندي ابز وسكسي بقى وكده، لا الرفيع اللي هو العصايه اصلا، كانوا بيتنمروا عليه انت شبه انت شبه غصن الشجره، شبه العصايه، فاهم؟ وكان الموضوع ده بيبضني، وكان يا اسطى كنت اقف جنب البنات واحس ان انا والبنات دول نفس الحجم او هم اضخم مني، فاهم؟ يعني كان فاكر كان عندنا زمان بنت صغيره خالص ورفيعه خالص وبتاع كده قد كده، فاهم؟ وزنها 20 كيلو مثلا، فاهم؟ قصيره وعصايه وكده. يا اسطى انا كنت بقف جنبها، انا اطول منها بس دراعي ودراعها نفس الحجم، فاهم؟ يعني دراعها قد كده اقفل عليه ايدي كده، وانا دراعي قدها بالظبط. يعني انا تقريبا الريست بتاعتي كانت اتخن حاجه فيا، اللي هي الحته دي كانت اتخن حاجه فيا، يعني دراعي كان كده او اصغر في كله بقى. فطبعا الحوار ده اتغير دلوقتي، جاد دام دام. بس قبل كده كنت ده، وكنت نوعية الشخص اللي حتى البنات يا اسطى ما بيتكلموش عنه. يعني البنات كده عندهم زي قعدات، فاهم؟ وخصوصا ان هم اطفال يعني وكده، او يعني مش اطفال بس اللي هو فاهم في ثانوي في اعدادي بتاع، لما يبقوا هوبل شويه بيقعدوا ساعات يتكلموا على ده الولاد اللي كذا كذا، حتى لو هم بنات مش بيتعاملوا مع اولاد، بس اللي هو عادي عندهم كده، فاهم؟ البوي توك، فاهم؟ يقعدوا يتكلموا على الولاد اللي معاهم كده. انا كنت الشخص اللي لو انا مثلا رحت كلمت واحده معينه او حاولت افتح كلام معاها، حرفيا انا من كتر ما انا irrelevant ومش موجود، انا ما ببقاش جوه البوي توك ده، فاهم؟ انا مش محتسب ضمن حاجه اصلا، انا ام بي سي كده، انا مخفي. انا فاكر حتى كان في واحده بكراش عليها وانا صغير، وحاولت انا وواحد صاحبي نبعت لها، انا مره وهو مره، رفضتنا احنا الاثنين، وبعت لها على بلاتفورم تانية، يعني حرفيا بعتنا ما... سوري، مش هكدب عليك، هي ما رفضتناش، وحرفيا انا بعت هي اتبلكت. ده كان الليفل اللي انا كنت فيه، تمام؟ وحرفيا ابعت كده في اي حاجه، لانه معروف انا مين، يعني الريبيوتيشن بتاعي ان انا يعني بيضه، كان طالع اكتر من اي حاجه. فده طبعا اثر على الكونفidنس بتاعتي في التعامل مع البنات، فبعدين لما تيجي تتعلم على حاجه من الكولد ابروتشنج او غيرها بتلاقي نفسك مش عايز. فليسون 1: فورشن فيفورز ذا بولد، معناها الحظ، او يعني زي ما تقول الحظ بيحب الجدع، بيحب الشجاع، بيحب اللي يروح ياخد اكشن. ودي حاجه مهمه انا اتعلمتها، الا وهي انه يا اسطى دي حاجه كان المفروض ان ابوك يعلمها لك، او ان اخوك يعلمها لك، فانا جاي اعلمها لك، وهي انه لازم تبقى بولد، لازم تبقى شجاع. يعني ايه الشجاعه؟ ليس عدم وجود الخوف، الشجاعه هو ان انت تاكت مع وجود الخوف. فالفكره هنا لما انت تكون خايف الاحساس ده جواك، تمام؟ اللي هو انا خايف اروح افتح كلام مع بنت، خايف اروح افتح كلام مع بنت، انا متوتر، انا افرض قالت لا، اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه؟ الشجاعه هو ان انت تروح والشعور ده جواك، وهنا الحظ بيبدأ يلعب معاك. يعني ايه؟ كنت اعرف حد زمان كان بالنسبه له الحوار سهل قوي، فاهم؟ كان بيعرف يكلم البنات بكل سهوله، مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف ايه. ده ما كانش شجاعه، ده اللي انا ما كنتش فاهمه. ده ما كانش شجاعه، واكشولي الكونفيدنس اللي عنده في التعامل ما كانتش كده من نفسه. يعني ممكن كان عنده حاجات ما كانتش عندي، اللي هو كان هو مثلا جسمه احسن، كان وسيم، كان من عيله اغنى الى ما هناك، فكان بيسهل على الاقل واحنا اصغر. لكن لما تبدا تكبر
الموضوع في الواقع الثقة اللي بتلاقيها في الناس هي بتبقى مبنية على كذا حاجة، ومنها حوار الشجاعة. فهنا اول حاجه بدات ان انا اعملها هو ان انا اخد اكشن على ده. يعني ايه؟ كل الناس تقول لك ازاي تبطل تخاف من البنات. لا يا اسطى، انت مش هتبطل تخاف سكه. مفيش، انا هقول لك بقى النصيحه اللي بتشتغل بجد. مفيش اي فيديو مهما كان طويل، مهما كان قصير، مهما كان اديتد، مهما كان ان اديتد، مهما كان من مين، هيشيل خوف من التعامل مع البنات الا شيء واحد بس: ان انت فعليا تروح. وده اللي انا كنت خايف منه، ان انا اضطر ان اروح. بس انا لسه فاكر لما خدت القرار ان اوكي دي مشكله عندي، يتعامل معاها يفضل خايف. بس هنا احنا مش ديجنريت، هنا احنا مش بنحاول ان احنا نشقط او نعاكس ما بين قوسين. هنا اللي انا بتكلم عليه هو مجرد فتح كلام عامه. وهنا بتكلم على الحقيقه، مش اونلاين لو انا هروح ابعت لها مسج، لا، في الحقيقه. مع ان في ناس بيجي لها توتر وخوف، انا كان بيجي لي توتر وخوف حتى من الكلام اونلاين، وكنت بحاول ابقى بيرفكت. لا، انا عايزك اللي انت تعمله اكشن. ابدا كل يوم حط قاعده كده، اللي هو الاسبوع ده انا عارف انها ممكن تبان ريتاردد، بس هو حرفيا ده اللي بيجيب نتيجه فعليه. فانت عايز الحاجه اللي تبان اسهل ولا الحاجه اللي بتجيب نتيجه؟ لو الحاجه اللي بتجيب نتيجه يبقى اسمعني. كل اسبوع حط كده زي تارجت، اللي هو انا الاسبوع ده هكلم 5 بنات. فاهمني؟ مش اللي هو هتكلمهم اللي هو هصاحب 5 بنات او هرتبط ب5 بنات او هشقط 5، لا، اللي هو مجرد انا هروح افتح كلام مع بني ادمه، بس لا اكثر ولا اقل. كلام عادي جدا. هتقول لي يعني انا بحاول اشوف؟ لا، مفيش اي نيه رومانسيه او اي نيه لاي حاجه. اللي هو كلام عادي جدا. ليه؟ عشان الحاجه الوحيده اللي انت تخلي واحد بيخاف من المرتفعات يبطل يخاف من المرتفعات هو ان انت تدريجيا تبدا تعرضه للمرتفعات. يعني حبه حبه توقف في الدور الاول شويه لحد ما يرتاح، وبعدها تطلع بالليفل. وهنا التip اللي هديها لك هو: ما تستناش بنت حلوه عشان تروح تكلمها، روح كلم حتى البنت الوحشه. تقول لي ليه؟ اقول لك عشان انت بتجيت انتميديتد. تقول لي يعني ايه؟ يعني كلما البنت كانت حلوه، يعني لو انت ماشي لقيت واحده شعرها اصفر عينها زرقاء ماشيه وكده وفاهم، بصيت لك انت هت كده، فاهم؟ انما لو واحده عاديه، ما بين قوسين عاديه، انت بتبقى عادي. فاهمني؟ فحرفيا يعني لو هنرانك رانك الريتاردد ده اللي هو بناء على الشكل، لان الشكل بيدي انتميديشن معين بالنسبه لك. فدلوقتي يبقى ما تبداش انك تروح تكلم البنت التانية او تفتن فاهم 10 من 10 اجمل بنت عندك في الدفعه. لو انت مش جاهز للليفل ده وهتبقى متوتر وهتقعد تعك، روح كلم واحده عاديه جدا. لا، زي ما قلت، انت مش بتكلمها بنيه ان انت ترتبط بيها او تحبها او اي حاجه. انت بتتكلم تفتح كلام عادي جدا يا اسطى، بدون اي حاجه. مش لازم يبقى فيه سبب عشان تفتح كلام مع بني ادم. طبعا تكون هنا لازم تكون واعي لحاجات معينه، الا وهي انه لازم تكون سوشيالي كاليبريتد. يعني ايه سوشيالي كاليبريتد؟ دي برضو مهاره بتبدا تكتسبها. سوشيالي كاليبريتد معناها ان انت شبه الساعه مظبوط، عارف تتكلم امتى وما تتكلمش امتى. فهنا بقى المقصود بيه اللي هو لو انت رايح تكلم البنت، لو لقيتها لاي سبب باين انها مقفوله مش مرتاحه قوي في الكلام، قول لها ماشي اوكي، هروح انا بقى، باي باي، وقوم امشي. ما تطولش، ما تقعدش. ليه؟ لان الكلام مع بني ادم، مش شرط حتى بنت، راجل وراجل عادي، الكلام عامه يكون في طرفين، فلازم الطرفين يكونوا مرتاحين في الكلام. فلو انت مش مرتاح وهي مش مرتاحه، هنا مفيش كلام، او هنا مفيش تعامل ماشي كويس، او هنا في حد مجبر ان هو يفضل في الكلام. فلما انت تروح مثلا هتلاقي كده وهتلاقي كده. يعني انت مش انفنسبل، انت مش اله قد ما انت متخيل. اه عادي جدا ممكن تلاقي واحده مش عايزه تكلمك لاي مكان السبب. وهنا دي فكره ما تشخصنهاش، مبدأ مهم: الرفض مش بيعتمد عليك انت كشخص ككامل. مبدئيا لو واحده رفضتك او شافت او حسيت انها مش هتتعامل معاك، هي بترفض البروفايل اللي هي شايفاه. هي بترفض مجرد ال5 ثواني او ال20 ثانيه او ال30 ثانيه او الدقيقه او الدقيقتين اللي شافتها منك، مش انت ككل حاجه. وقد تكون الدقيقه او دقيقتين دول طالعين سيئين. مثلا كأن انت عندك برودكت، كأن انت عندك منتج ممكن يكون حلو جدا، بس انت بتسوق له بطريقه وحشه او مش بتبين الحاجات الكويسه ليه. فدي برضو مهاره بتشتغل عليها، الا وهي ان انت تبريزنت نفسك باحسن طريقه. وده كله هنتكلم عليه في الفيديو ده. الفيديو ده مش هيبقى قصير، الفيديو ده هيبقى طويل ومليان بالقيمه، فركز معايا. ويا ريت لو حد رجاله، لو حد بيتفرج على الفيديو ده، يقسمه تقسيمات تحت في الكومنتات، هكون ليك جدا. شكرا ليك. اوكي. فاول شيء هو البنت مش بترفضك انت، هي بترفض ال 20 ثانيه. يعني انا ممكن انا كهاشم دلوقتي اكون مثلا ماشي في يوم ومضغوط، فاهم؟ انا باد بوشر يا اسطى ومبدون وبص يعني ماشي عامل كده، فاهم؟ مقتب كده ومضغوط وعمال اعمل كده فسي بنت شافتني مثلا، سي انا في خاطب وفي ريليشن شيب ومش عارف ايه، فاللي هو سي انا سنجل تمام اوكي. فانا ماشي، فبنت شافتني، فانا قلت كل ده ابروتش مش عارف ايه، ومثلا لقيتها مقفوله، قلت لها اوكي يلا بقى، هروح انا باي باي، فاهم؟ مشيت، خدت بعضي ومشيت. اللي هو فاهم، مشيت ديلي ما بين رجليا مش عارف ايه، اللي هو ما جبتش البنت يعني. في اليوم ده
هي ما حكمتش على ده هاشم اللي عمل 1 2 3 اللي عدى بالصعوبه، 1 2 3 اللي مبادئه، 1 2 3 اللي انجازاته، 1 2 3 اللي نيته، 1 2 3 الشخص اللي كذا كذا كذا. انا ممكن اكون احسن راجل في الدنيا، تمام؟ لا، بس هي رفضت. انا شفت حد متوتر قاعد مقفل وعمال يروح ويجي وبتاع، ولقيته جاي يكلمني فانا استغربته، فقلت له لا الصراحه حسيته غريب. فاهم قصدي ازاي؟ او ممكن طريقه كلامي ساعتها تبان مش احسن حاجه، ممكن كذا، اللي هو هي بترفض ساعتها مش بالضروره ده. فدي حاجه كمان ما تشخصنهاش، وقد يكون سبب الرفض ملوش علاقه بيك اصلا، لان جيس وات، ممكن تكون ببساطه البنت تعبانه، وده شيء بيحصل غالبا. لا يعني عشان ما نقعدش نكوب انه في اغلبيه الحالات لا، بس ده شيء برضو وارد، وده شيء حلو تخليه في بالك عشان ما تشخصنش كل حاجه وتكره نفسك، لان ده مش بيساعد الموضوع. يا اسطى ممكن تكون رايح لها وهي عندها بيريود كرامس، فاهم؟ عادي، يعني حرفيا ده شيء رياليستيك وارد، فاهم؟ في من 3 ل5 ل6 ايام في الاسبوع، في الشهر سوري، قد تكون هي حرفيا بطن، يعني بطنها بتوجعها، وقد تكون على وشك العياط من الوجع، بس هي قاعده لوكت ان عشان هي في مكان عام مثلا. فده مش هيبقى افضل وقت ان انت تتكلمها فيه. او قد تكون انها مثلا فعلا مصدعه، او انها تعبانه. اصلا البنات بيتعبوا كل 5 دقايق، فاهم؟ انها مصدعه او تعبانه او فوارد ان انت جيت في وقت مش الموست اوبتيمال بالنسبه لها. انما لو كنت جيت في وقت تاني انسب بالنسبه لها، في وقت هي اليوم فيه كان ماشي كويس، في وقت فيه هي حاسه صحيا تمام، في وقت فيه كذا، قد تكون انها التعامل معاها تلاقيه مختلف تماما. فده برضو شيء من الذكاء الاجتماعي، الا وهو ان انت لو بتتكلم لقيت اللي قدامك مش مرتاح لاي سبب، امشي، ما تشخصنهاش. وما تحسش برضو ان انت عامل حاجه غلط، يعني راجع لو شفت ان انت عملت حاجه غلط، اوكي بنتعامل، بس ده مبدأ خليه في دماغك، انه ما تشخصنهاش، ما تاخدش الموضوع على نفسك، ما تاخدش ان انا هفضل واحد انا كذا انا كذا، وفي الاول هتبقى سيء، وده شيء طبيعي. اوكي، فلما تشوف واحده كل اللي انت بتحطه في بالك هو خليني ابدا افتح كلام، حتى لو الكلام هيقعد 20 ثانيه، انت مش مطالب منك ان انت تبقى الجامد الفاجر، فاهم؟ عارف انت الفيديوهات اللي يصوروها العيال الاجانب دول، هو يمشي يقعد يفتح كلام معاها ويضحكوا وبتاع وشغالين شغالين، انت مش في المستوى ده لسه، ده بتوصل له في مستوى 100، فاهمني؟ اللي بيحصل هو ان انت بتروح بتقابل حد بتكلمه كلام عادي جدا. فده مثلا ممكن يبدا في الجامعه او في شغل او في اي حاجه، اللي هو انت مجرد بتفتح كلام عادي جدا. وده هنا مش اللي هو انا بفتح كلام عشان اكلمها، عشان أنا احبها وهي تحبني عشان كذا. مفيش ده. تفتح كلام، تعاملنا تعامل لطيف، بس خلاص مش هشوفك تاني، باي باي. او حتى اللي هو لو هتشوفها تاني، اللي هو مفيش شيء على بالي، بس باي باي. تعامل بدون consequences، تعامل بدون نوايا، تعامل بدون expectation. وده اللي انت المفروض تكون بتعمله مع اي بني ادم، وده شيء هنتكلم اكتر فيه. بس اول حل هو الشجاعه، ان انت لازم تروح بالاحاسيس دي، الاحاسيس دي جواك، ان انت متوتر، ممكن تكون قلقان، ممكن تكون كذا، لان انت مش مسخن، لان انت مش متعود على الوزن ده. زي ما تشيل مثلا وزن تقيل، ممكن تلاقي نفسك بترعش شويه كده، وبعدها بتبدا تستيبلايز، بس بتعمل ايه؟ بتنزل بالوزن ده. حتى لو انت بترعش شويه، اللي هو اوكي طلعت، بعدها الاسبوع الجاي تعمل تلاقي نفسك بترعش سيكا بس طلعت برضه، تيجي الاسبوع اللي بعده تلاقي الوزن بقى اسهل، تيجي الاسبوع اللي بعده تلاقي نفسك بترمي الوزن، فاهم؟ بتلعب بالوزن، بترميه في الهواء من كتر ما هو سهل، فاهمني ازاي؟ فهي نفس الفكره، انه يا اسطى ما تشخصنش الموضوع، هي مش كرهاك، انت مش الكائن الوحش، انت مش كل الحاجات ديت، مجرد انه روح. وما تستناش البيرفكت شانس، اللي هو ما فيش فرصه مناسبه، اللي هو بص دي قاعده حطها في بالك. لو انت في مكان ودماغك بص على بنت، وجات لك فكره اللي هو ايه لو اكلمها، لازم تروح تكلمها في اقل من دقيقه. قوم افتح اي كلام مهما كان، وارجع حتى لو الكلام هيقعد 10 ثواني، لان ده بيعود دماغك انه مفيش كونسيبت، لان مفيش عواقب قوي، لان انت مش ريتارد، انت مش متخلف، انت مش متحرش، انت نيتك مش زباله. فانت مش رايح تعمل حاجه نكسه زي ما بتقول، ده تتكلم كلام عادي جدا. وقد يكون كلام يبان، بسميه كلام هاو تو win frenzy and influence people. ايه يعني؟ ايه يعني؟ في كتاب كده اسمه هاو تو win friends and influence people. حتى لو في الاول لازم تتكلم على حاجه فيري فيري عامه جدا، روح. حتى لو لازم تقبض هبد عشان تفتح الكلام، روح. حتى لو لازم روح يا اسطى، روح. لوكي انا ممكن اقول لك على حاجات، بس هي ممكن تبان كرنج، اللي هو انا اللي عملته كان وايد سبيكترم من حاجات، على حسب الشخص، على حسب البيئه بتختار كلام. احيانا فيعني مثلا حرفيا في مره، انا بقى هديك قصه، لان انا عملت الحوار ده بتاع 50 مره ولا حاجه عشان اتعلم ازاي اعمل ده. وما كانوش زي ما بقول لك، ما كانوش محاولات الشط ومش عارف ايه، اللي هو انا اشقطك ما كانش في الكلام ده، بس كان تعامل عادي. مثلا في مره كنت قاعد انا واحد صاحبي، ولقيت بنت قاعده جنبنا، كنت بصيت لها كده اللي هو عايز اكلمها، وكانت قاعده بتاكل، عارفين سالتها بقول لها ريحه الاكل حلوه، ده جبتوه منين؟
فهي قالت كذا كذا كذا، طريقه كلام، فتحنا كلام. فاهمني؟ حرفيا حاجه ريتارد. تقول ايه يا اسطى الريتارديشن ده؟ هي دي الطريقه حرفيا. خليك ريتاردد، اطفي 50% من مخك، خليك ريتاردد وروح. فدي مثلا حاجه مثلا. موقف تاني، رحت حرفيا كومبلمنتد بنت على اوتفيت معين، حرفيا حاجه كرنج. اللي هو كنت واقف كده، فبقول لها الاوتفيت بتاعك حلو قوي، دي كذا، انت جايبه الحاجات ديت منين، مش عارف ايه بقى كده. فمره رحت سالت بنت على مكان حاجه، ومن هنا يعني، هنا الصراحه ما كملتش الكلام، انا مش هكدب عليك، انا فاكر الموقف ده. كنت رحت سأل مع صاحبي، قال لي اللي هو شافني بص قال لي روح كلمها. مش بص عليه، اللي هو بصيت لها كده لو وبصيت قدامي كده. فهو قال لي روح اسلم، استغفر الله، فاك يو، اوكي. فرحت واخد بعضي ورحت كلمتها وخلاص عشان اخلص الموضوع. بس جس وات، المواقف الكرنج اللي قد تبان انكمفتبل في الاول، واحد بالنسبه للشخص التاني مش بيبان انكمفتبل قوي، مش بيهتموا. اتنين، مع الوقت انت اكشولي بتادابت وتقدر ان انت في الواقع تفتح كلام. ثلاثة، على حسب البيئة اللي انت فيها، بس تقدر ان انت تحسن الحوار ده تدريجيا. فحرفيا حتى حاجات بسيطة زي ان انت لو داخل مكان وفي واحدة معدية تبص لها صباح الخير، فاهم كده؟ انتر اكشن بسيط. الفكرة هنا هو انتر اكشن مع الزيادة التدريجية. فده بيخليك تتعامل عادي جدا وتحس ان انت هادي، لان انت في دماغك فهم ان دول مش آلهة ودي مش consequences. حاجة كمان، ان دماغك مقدس البنات كآلهة. يا اسطى في بنات أسوأ منك مليون مرة، وفي بنات أحسن منك مليون مرة، يعني هم بشر. فاهمني؟ ملهاش مقياس اللي في دماغك، بس انت بتبقى متوتر لان انت مش بتتعامل، فانت متخيل الموضوع اكبر مما هو. حاجة كمان هو ان ابدا انفست اقل مما انت عايز تنفست. زي ما قلت اول حاجه، ابدا كلم بنات. زي ما قلت مش لازم تروح تدور على اجمل واحده في الدنيا عشان تكلمها، ابدا بان انت تكلم ناس عاديه جدا. وانت في اي مكان تروحه، اللي هو في شغل، في جامعه، في كذا، اللي هو روح افتح كلام عادي، مش محتاج ان انا زي ما بقول لك تعمل حاجه. لو لقيت الكلام ماشي كويس جدا والدنيا ايزي، اوكي، اللي هو عادي يا اسطى كمل كلام. اللي هو جايز تكون لقيت الشخص اللي قد يبقى مراتك، فاهمني؟ بس دي نسبه تشيلها من دماغك اصلا، لان ده حاجه ما بتحصلش قوي بالطريقه اللي انت متخيلها، بالسهوله اللي انت متخيلها، فاهم؟ ف اقفل دماغك بنسبة 50%. بطل تفكر وتوفر ثينك، اللي هو البنت دي اقول ايه مش مهم. روح وزني في الكلام، فاهم؟ مش بطريقه اكستريم يعني، بس قصدي اللي هو روح قول كلام كرنج، فاهم؟ اتس نوت ا بيج ديل، مش مهم، خصوصا في الاول. اتس نوت ا بيج ديل، الموضوع مش مهم، انت مش ريليفنت للدرجه دي. هي البنت مش هتفتكرك اصلا في خلال 3 دقايق، فاهمني؟ محدش مهتم. طالما ان انت رايح بطريقه اللي هو ريسبكتفول واحترام، اللي هو انت مش بتقل منها ولا بتبضنها ولا انت كلام عادي جدا، فمفيش شيء قوي تقلق منه، فاهمني؟ وده برضو شيء اللي هو افرض انها كلامي ايه، انا مش عارف ايه اللي هو. يا اسطى بص، يعني في حاجات اللي هو ما تضايقش البني ادم اللي قدامك، بس في نفس الوقت اللي هو انت هتفضل طول حياتك قاعد لا مؤاخذه كده، قاعد حاطط بتاعك ما بين رجليك، اللي هو يا اسطى انا مش هعمل اي حاجه عشان ممكن اضايق حد، مش عارف ايه. روح يا اسطى اتعامل مع البني ادمين عادي. لان انت ممكن تطبق القاعده دي على اي حد. بص يا اسطى، أنا مش هفتح كلام مع اي حد لان هو ممكن يتضايق. فاك يو. سكه. محدش هيعترف بده، والكلام ده ممكن يبان اكستريم، بس هو في نوعين من الناس. في ناس اكستريم على الوحش واكستريم على الحلو. ففي ناس بتسمع نصيحه معينه، زي مثلا روح افتح كلام، وهم اوريدي بيعملوا ده، فهم بيعملوا ده الاكستريم الوحش. في ناس بتسمع نصيحه لا ما تبقاش يا اسطى، ما تبقاش لزوق كده، ما تفتحش كلام، فهو اصلا ما يفتحش كلام، فبيفتح كلام زيرو. ده غلط وده غلط، خليك في النص. انت لا انت اللي هو لازق في ابوها ومش راضي تسيبها حتى وهي بينت انها مش عايزه تتكلم قوي، وانت لازق برضو، ده غلط. لو انت ما بتفتحش كلام مع لان ممكن تتضايق مش عارف ايه، ده يعني بتاعك قد كده، فاهم؟ ده غلط برضو. الرينج المنطقي بيبقى في النص ده في اي حاجه، فاهمني؟ اللي هو تو ماتش ريسك او ما فيش ريسك، ما ينفعش، لازم تكون بتاخد ريسك بس في النص. وزي ما قلت fortune favors the bold. guess what؟ ممكن تترفض. it's a percentage. fortune favors the bold. لما انت تبقى الراجل الوحيد اللي وارد ان هو ياخد هذه التشانس عشان يروح يفتح كلام، ده ممكن يخليك تكسب في حاجه معينه، اللي هو fortune favors the bold، والمهاره بتاعتك تبدا انها تتنمي. بس ده يجي مع ان انت تليرن سوشيال سكيلز، انك تتعلم مهارات اجتماعيه مع الناس عامة. وده شيء ناقص في ناس كتير. الناس يا اسطى مش سوشيالي كاليبريتد، الناس بيضان. في عيال سوري، في عيال بتلاقيها اللي هو يا اسطى انت بضان سكه، احنا رجاله وبنقول لك انت بضان، فما بالك ببنت لو اتعاملت معاك تقول لك ان انت افضل واحد في الكوكب. فمقياسك برضو ما بين صحابك الرجاله التانيين قد يكون مؤشر كويس ليه. هل انت سوشيالي كاليبريت؟ يعني من الاخر هسألك سؤال، هل انت شخص اجتماعي الناس كلها بتحبك وتثق فيك، كبار وصغيرين، وحاسس ان انت بتاخد احترامك من الرجاله اللي حواليك؟ لو الاجابه هي لا، اذا غالبا الكلام ده مش هينطبق قوي على الفيميلز. فاهمني ازاي؟ لانه احنا كرجاله اكشولي هنجادجك على حاجات
مهمة جدا. زي مثلا لو انت ما بتاخدش احترام الناس اللي حواليك كويس، لو انت ما عندكش دايرة اصحاب كويسة، لو انت حاسس ان انت ما بتكونش صحاب بسهولة، او لو حاسس ان الصحاب اللي حواليك مش بيحترموك، دي مقاييس على ان انت عندك نقص في الماسكولينيتي، عندك نقص في قدرتك على القيادة او ليدرشيب او في حط الحدود او في قوتك بصفة عامة. فده حاجات برضو البنات بتفاليويت في الراجل. مش شرط، لان هي مش ولد، فهي مثلا مش هيبقى في منافسه زي ما بيننا وبين الرجال. هي مش منافسه، بس اللي هو فاهم، اللي هو في واحد بتعتبره هفق ما بينكم، وفي واحد بتديله زي ما تقول تقل، فاهم، في هزار معين ما تهزروش معاه. نفس المبدأ ده قد ينطبق، بس البنت مش بتهزر معاك بطريقه الرجاله بتهزر بيها، بس التريتس دي بالنسبه لها شيء مهم، شيء اتراكتيف عامه، لان هي تريت سوشيال، وبكونها تريت سوشيال هو تريت اتراكتيف بصفة عامة. فحسن مهاراتك الاجتماعية، حسن رجولتك، حسن شخصيتك كبني آدم، لأن ده هو اللي أنت أصلا بتبريزنته من بره. يعني السوشيال سكيلز ومهاراتك الاجتماعية هو الشيء اللي البنت بتشوفه من بره. هي ما بتشوفش طموحاتك وأحلامك ولا بتشوف إنه أنا لو لقيت بنت مناسبة هعيشها أكتر زوجة سعيدة في الكوكب ونبقى كذا وهعمل لها كذا. هي مش شايفة ده كله، ومحدش مهتم، يعني هي ما تعرفكش لسه فمحدش مهتم. ففي الأول أهم حاجة تكون مشتغل عليها هي مهاراتك الاجتماعيه وثقتك الاجتماعيه والسوشيال كاليبريشن بتاعك. روح يا اسطى اقرا كتب، روح شوف في بودكاست حلو قوي اسمه مودرن ويزدم بتاع كريس ويليامز، بيتكلم على توبكس حلوه في الكلام ده. روح اقرا الكلام ده. في برضه تحت في الديسكربشن هنا في زي هيستوريك بوك ليست، الالكسندر اكاديمي بوك ليست، هتلاقي اللينك بتاعها موجود تحت هناك، تقدر تدوس ويطلع لك ليست الكتب كبيره جدا. نقي من هناك الكتب اللي بتكلم فيها عن السوشيال سكيلز، وفي بعض الحاجات برضه بيتكلموا فيها على بعض المبادئ الاساسيه في الريليشن شيبس، تقدر ان انت تروح ان انت تبص عليها. بعد كده زي ما قلت هي نمبرز جيم، هي لعبة أرقام. يعني لما تكون بالكولد ابروتش البنت رقم 100، هتبقى سهولة التعامل معاها أسهل بكتير من كولد ابروتش رقم واحد. اللسعة بتوجع، حتى لسعة الرفض، يعني أول مرة ترفض بعدها بتتعود فبتبقى عادي يعني. اللي هو بتعمل شبه الكالس اللي على إيدك ده، اللي هو عادي أترفض، اللي هو عادي يا اسطى، فاهم. زي ما بقول، وفي نفس الوقت ما تشخصنهاش، يا عم جايز أنت كويس وهي كويسة بس أنتوا مش مناسبين لبعض. ده هنا بتكلم لو رفض كريليشن شيب، أو جايز هي شخصيتها معينة ما بتحبش الشخصيات المعينة، فاهم، عادي. ممكن هي تكون شايفة حاجة معينة يعني كده، فاهم. البشر أصلا مش كل البشر بيحبوا بعض، عادي يعني. فدي حاجة. بعد كده الطلاق من الفاينل اوتكم، معناها ان انت ما تربطش عقلك بان النجاح هو ان البنت دي تكلمني او تحبني، او النجاح هو ان انت رحت وفتحت كلام لما دماغك عرفت ان انت عايز تروح تفتح كلام، وان انت حاطط هدف ان انا مثلا هخرج النهارده هكلم بنت. فده يكون كده. طبعا ده مش تاسك، يعني اللي هو مش اخرج مكان واقعد تربص ببنات، يعني اللي هو وانت خارج يا اسطى في الجامعه ولا في الجيم ولا ماشي في مول ولا ماشي في حته ولا لو لقيت شخص قدام، لو مش لو لقيت حطها قاعده، اللي هو وش هتشوف واحده هتبص لها كده عادي، اللي هو ممكن افتح معاها كلام. واكشولي ده بيبدا يديك القوه، عشان مثلا انا فاكر كذا مره كنت قاعد في مكان لقيت حاجه افتح عليها كلام. ده برضو بتحصل مثلا سي انت في جامعه، اوكي، فانت والناس اللي هناك ما بينكم ميوتشواليتي تفتحوا عليها كلام. فاللي هو انت في الجامعه بس انت اوريدي متدرب بره، ها لازم تكون متدرب بره عشان تيجي تعرف تأدي هنا. يعني في ليفل معين لازم تكون وصلت له او عديته عشان تعرف ان انت تبول اوف. فانت سي قاعد في الجامعه، ففي بنت جت، فانتوا ما بينكم حاجه ميوتشوال، ما بينكم كذا حاجه ميوتشوال، الجامعه ومدارسكم والدكاتره فتقدر تبدا تفتح كلام ايزي وكاجوال بناء على ده، والكلام يكمل، لان الشخص ده انت بتشوفه دايما، فاللي هو كذا كذا، انت اصلا من هنا ولا من فين؟ زي مثلا انت قاعد في جامعه في اكتوبر ولا في زايد، ولا انت اصلا من هنا ولا منين؟ اه لا انا من كذا، فبتفتح كلام وكده، تقول اه انا جيت من هنا، فتقدر انك تحكي قصه، ولما تحكي قصه فالكلام يقعد يروح ويجي. ممكن تكون قاعد في مكان وتلاقي بنت بتقرأ كتاب انت عارفه لان انت عندك حياة وعندك هواية، او تكون لو انت مثلا رسام ولقيت بنت بترسم، فاللي هو تروح تقول ايه ده انت رسمك حلوه، انت كمان ترسمي انا بس مش عارف ايه. فهي لما تلاقي حد رسام زيها بيبقى فيه ان كومن، فده بيسهل انك تفتح كلام وتحكي قصص. واللي هو كذا، اللي هو بتيجي هنا كتير كذا بتاع مش عارف ايه، اللي هو ممكن اللي هو تتكلموا في حاجه، زي مثلا اتفقت ان انت مثلا في الكلام، يعني لو اتفقت ان بوريكي حاجه مش عارف ايه، فتاخد رقمها وتبقى تكلمها وتتقابلوا تاني في المكان ده عشان التاسك المعين ده، فيبقى زي ميني ديت، فاهمني، مش ديت، مش شرط يبقى ديت في الاول، بس يبقى ميني ديت، وممكن بعدها تقول اسك يو اون ديت، فاهم كده. بس في الاول بتبقى رايح، وجس وانت رايح مش في نيتك انا رايح عشان اظبط ديت، فاهم، بتبقى بتتعامل عادي اجتماعيا. ودي الفكره اللي لازم تشيلها من دماغك. شيل اي اوتكم، شيل اي انتنشن رومانسي، شيل اي انتنشن اي حاجه، شيل الخياره من تحتك وروح وتعامل عادي جدا، اوكي. مثلا ممكن تكون قاعد وتلاقي البنت بتقرا كتاب انت عارفه. يعني انا في مره ده حصل بالفعل، كنت قاعد مع واحد صاحبي، بصيت جنبي لقيت واحده ماسكه كتاب بتاع ماركوس اليرياس مديتيشن، فاللي هو اديتها النظره كده،
ما هذا البيك، فاهم اللي هو ما هذا البيك، اوه بوم روح افتح كلام. فاللي هو بعدين مش عارف ايه، فهي بصت لي قلت لها انت جبت الكتاب ده منين، ده كذا انا عارفه كده، وبدانا نتكلم على الكلام دوت، فاهمني. مثلا في مره كنت ماشي ولقيت سياح قدامي، فدي كانت تشانس، انا عندي الانجليش بتاعي بيرفكت واقدر ابان ان انا اجنبي، فانا رحت فتحت معاهم كلام اللي هو هي ار مش عارف ايه كذا. فقلت لها I thought your friend looked cute مش عارف ايه مش عارف ايه. هي فكرتني من بره هي كمان، فقالت لي where are you from. قلت لها انا I'm from here، فقالت لي بجد. فهي فكرتني في الاول يعني، قلت لها ان انا من هنا، فكرتني جاي فاهم اللي هو هبيع لهم حاجه، فاهم. قلت لها no just saw you around just thought this and this and that مش عارف ايه. قالت لي كذا انتوا منين اصلا، كانوا يا اسطى من اليابان، كانوا بنتين من اليابان مش عارف ايه وكذا وبتاع. قلت لها نايس تو ميت يو انجوي يور ستي هير مش عارف، فاتح معاهم كلام خفيف، كنت اتكلم معاهم على ان هم جم مصر وقعدوا فين والدنيا عامله ازاي وكده، قلت لهم ياخدوا بالهم في اماكن، قلت لها جود باي ومشيت. مش النية هنا ان انا اخد رقم ولا كذا، هو النية اللي انا عملته ده ان انا، وحتى مش النية ان الكلام مش حلو، لو الكلام كان مش وحش دون كير، المهم ان انا رحت عملت كده. فاهمني ازاي؟ الفكره ان انت تبقى نوعيه الراجل يا اسطى، لو انت قاعد واصحابك جم لك يا اسطى في بنات حلوين كذا بجد، انا اروح اكلمهم. ماشي يا اسطى روح كلمهم، فتروح تكلمهم فعلا. ده لازم تبقى كده، لازم تديها واحده كده. انا فاكر برضو في مره حصل بالظبط الموقف ده، ويومها انا هبقى يا اسطى قعدت افضل على صعبي ليه؟ لانه ساعتها كنت لسه بنمي المهاره دي عندي، فانا كنت قاعد فقالوا يا اسطى ده احنا نزلنا وكان في بنتين حلوين ماشيين ومش عارف ايه وكده. فاحنا واحنا واقفين في البلكونه بالصدفه لانهم معدي هم البنتين دول، قلت لهم هم دول، قلت لهم يا عم انا اروح اكلمهم. فبصوا لي كده اللي هو ماشي يا اسطى. فيا اسطى واحنا نازلين بقول لصاحبي يلا يا باشا نروح اكلمه، قال لي ماشي ماشي. فاللي هو قال لي ماشي اللي هو اي كلام، فاهم، فكرني بهزر. فانا بدات امشي وابص لقيته واقف بره كده وقاعد يتفرج عليا، فبصيت له كده اللي هو حمرا ماشي. فرحت انا مكمل لوحدي، ورحت فتحت معاهم كلام لا لا مش عارف ايه، انا الشباب تبعي كنت انا نايم امبارح بيقول ان في حفله كده، امبارح كان في حفله كذا كذا مش عارف ايه، انتوا من هنا اصلا ولا شغالين ولا احنا كانوا تبع تيم موجود هناك يعني تبع المكان يعني، مش يعني شغالين هناك وعايشين هناك في نفس الوقت. احنا كذا بجد انتوا منين مش عارف ايه من كذا. ودي برضو حاجه انه لو انت في اماكن ساحليه مثلا، في اماكن اجازات، في اماكن كذا، اسهل ان انت تفتح كلام مع الناس، لانه غالبا الناس هناك فريندلي، والناس هناك وارد ان هم اصلا عايزين يكونوا صداقات او جروبات. هنا غالبا بتلاقي مثلا اللي هو مجموعه شباب وبنات يتعرفوا ويقعدوا مع بعض بالليل وكده، اللي هو بيعملوا جروب كده، فاهمني. او ده حرفيا تعرف على عيله كامله، فاهمني، تروح تتعرف على عيله كامله بكل الناس، وتلاقي عيلتين ثلاثه مثلا كده عارفين بعض، وكله بينزل يلعب مثلا فولي مع بعض وبتاع، ده بيحصل. بس لازم تكون اوريدي متدرب عشان توصل للمرحله ديت. وفي الاول بتبقى في الابروتش المعفن الزباله اللي بيبدا في الاول، اللي هو يا اسطى بتقول لنفسك يا اسطى هبقى شكلي كرنج عادي، يا اسطى البنت ممكن ترفضني عادي، يا اسطى يبقى شكلي زباله عادي. عشان توصل للمستوى ده لازم تعدي بده. فده مثلا مثال. او ان انت تروح زي ما بقول لك تفتح في مكان في ساحلي او كده. فالقصه، فانا رحت معاهم كلام ورجعت. يا اسطى لما رجعت من هناك فضلت باص لصاحبي كده، وفضل باصص لي كده، واديته الابتسامه، فاهم اللي هو كلمتها. يا اسطى يومها كان معانا اللي هو السبيكر ده اللي هو اسمه الصب ده. يا اسطى كنت لاقط عليه اغنيه، وكان ساعتها اغنيه اللي هي سين سيتي، فاهم اللي هو يقول لك سين سيتي واز ميد فور يا. بس اول ما يبقى قاعد كده في امان الله، اروح داخل عليه واشغلها واديله النظره، فاهم، اعمل له كده فاهم. هو يروح عامل لي كده، انا اروح اعمل له كده، اللي هو عشان هو اتريق عليا قال لي ما تقدرش وبتاع، فاللي هو جاز. قلت له بص يعني، أنا جيت له كده قلت له بص يا اسطى البت دي اسمها كذا، والبت دي اسمها كذا، عندهم كذا سنه عايشين كذا، جم هنا عشان كذا، كذا، وهنقابلهم بالليل في الوقت الفلاني المكان الفلاني. فهو بص لي كده ده فاهم، اللي هو ايوه، فاهم، وقعدت مبسوط. واكشولي حتى انا فاجئت نفسي، لان انا كنت زي ما بقول لك كنت نوعيه الشخص اللي ما فيش ولا بنت بتعبره، بس برضه في نفس الوقت ده كنت بشتغل على حاجات تانية. وهي واحده برضو من الحاجات دي هي منتال بوزيشننج والجيرلز تايب. دي برضو حاجه، ان المنتال بوزيشننج يعني وانت بتكلمها خد بالك كلامك بيحطك في كاتيجوري ايه. عشان كده اسهل ان انت تتعامل مع بنات اوريدي ما بينكم حاجات ان كومن، لان هي عندها اسامبشنز عندك. منتال بوزيشننج يعني لما تيجي تكلم حد، طريقه كلامك، طريقه نظرتك ليه، طريقه تعبيرك او تحركاتك، هي بتحطك في بوزيشن في كاتيجوري معينه. ده بينطبق على البيزنس مثلا، اللي هو لو انا بعمل الفيديوهات ديت اوكي، لو الفيديو ده بدأته بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في هذا الفيديو سوف نتكلم إن شاء الله تعالى عن كذا 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 كذا. أنا عملت بوزيشن في دماغك إن أنا شخص بيتكلم عن الدين، أوكي. انت حطيتني في كاتيجوري في منافسه مع رجال، مع ناس تانية بيتكلموا عن الدين، اوكي. لو انا طالع عندي جوتي وكده ولابس عادي، انت بتحطني في كاتيجوري ناس تانية انت تعرفهم عندهم جوتي مثلا وكده، يوتيوبرز او الناس المتدينه بس اللي مش شرط شكلهم شيوخ. لو انا كنت طالع عندي دقن ومربيها كده ولابس كده، ولابس فاهم جلابيه وحاطط بقى القبعه وماسك السبحه كده، انت بالنسبه هتحطني في كاتيجوري في دماغك عن شيوخ، فاهم.
فانت ده ممكن يعجبك او ما يعجبكش على حسب. انا بالنسبه لي ما بيعجبنيش، فعلى حسب محتواك. لو انا كنت طالع بتكلم بلغه تانية تفتكرني اجنبي، لو انا طالع بتكلم زي ما انا بتكلم كده، فانا بتاكد ان انا طريقه كلامي بتبوزيشن نفسي في المكان اللي انا عايز اكتب في فك ان انا سبت مثلا الحته دي دلوقتي، انت بتاخدني ان انا الشخص اللي يا اسطى واثق من نفسه ومش مهتم ان انا لو تأتأت في كلمه مش مهتم قوي، فاهم؟ اللي انا كنت بقوله هو ان انا عايز ابوزيشن نفسي في دماغك انت في المكان اللي انا عايزك تبوزيشنني فيه. فاهم حاجه؟ انا عايزك تحطني في دماغك في مكان ما، فانا بتكلم بطريقتي الشخصيه، لان انا عايزك تشوفني زي ما انا، لان انا بحاول اساعدك وانت شبهي. اوكي يعني او كونك بتتفرج على الفيديو سامع القصص وسامع الكلام وبتعدي بالمشكله، اذا انا وانت واحد. فاذا الطريقه الافضل ان انا اجيبك بيها هو ان انا ابقى ذا موست هاشم ايفر. عشان كده بتكلم بطريقتي العاديه، مش بحاول اتكلم بطريقه معينه، عشان كده بتكلم بكامل طبيعتي، عشان كده بهزر بالطريقه اللي انا عايزها، عشان كده بعمل فيديوهات على اللي انا عايزه كده 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 كده. فاهمني ازاي؟ وكل حاجه عندي بعملها فور يو. شفت يا اسطى بحبك ازاي؟ يا اسطى اديني بوس يا اسطى في الكومنتات يا اسطى، دي تايم ستامب كده، انا بحبك يا اسطى. فاهمني؟ فدي حاجه. مثلا انت بتعمل حاجه شبه كده للبنت، ان وانت رايح لو انت لابس لبس معين هي في دماغها بتعتبرك شخص معين. لو انت لابس لبس عيال سرسجيه واد متسول ابن وسخ اهو، فاهم؟ لو انت جاي لابس سبحه وبتاع اللي هو ده الواد الديني جاي اهو. لو انت مش عارف لابس لبس غريب كده وانمي وبتاع، تقول الواد الغريب جاي اهو. لو انت لابس نظيف ولابس كويس تحط نفسك في بوزيشن مختلف. لو انت عندك جسم او ما عندكش بتحط نفسك في بوزيشن مختلف. لو انت الناس اللي حواليك ده كله بيعمل بوزيشننج. في هي بتقارنك بمين، او هي حاطه نفس يعني حطاك في دماغها عامل ازاي، لان قد تكون طريقتك كويس شكلك كويس وكذا، بس هي واخده عندك انطباع لانه انت جاي انت لابس لبس سرسجي جربوع تمام. فهي شافتك اللي هو العيل المتسول اللي جاي يكلمني ده، فهي اصلا مقفوله منك، ومهما اتكلمت كويس اللي هو خد، فاهم؟ لان هي بالنسبه لها ده ابن وسخه، ده تلاقيه كذا، ده تلاقيه بيعط مع ده، تلاقيه زاني اصلا، فاهم؟ فهي بسكه مش هتكلمك لا بطريقه فريندلي ولا بطريقه مهمه، فاهمني؟ لان اللي هو فاك يو. انما لو انت بوزيشن نفسك كشخص كويس، كشخص نظيف، كراجل كعامه شخص انترستنج، هي مور لايكلي انها تعرفك وتعرف عليك وتتكلم معاك عادي جدا. فاهمني؟ سواء كان فريندشيب سنس او ان زماله سنس، يعني كصداقه او كزماله، او ان ا ريليشن شيب سنس، او اللي هو لو انتم مناسبين لبعض بلا 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 بلا، اللي هو قدام لما تعرفوا بلا 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 تبقى ان وان داي تبقى انت يور هير هازبند وهي يور وايف. يعني ده ينطبق على الثلاث حاجات، بس هنا مش بنتكلم على ده عشان ما تحطش دماغ يعني انا هاشم بتقولي ان انا لما بكلم البنت يا اسطى شيل الاوت كم، مفيش ده مفيش. انت بص يا اسطى انت مخنث، انت ما بتتجوزش خلاص، اطلع يا اسطى اتكلم من غير ما تتجوز، ما تحطش في دماغك اي فكره ليها علاقه بالجواز او بحاجه ريليشن شيب او انت بتتكلم عادي اصلا مفيش حاجه. اوكي. والجيرلز تايب الا هو زي ما انت بتاخد بالك انت نوعيه راجل عامل ازاي، خد بالك البنات اللي بيتكلموا عاملين ازاي. لو انت في منطقه شعبيه ورايح تكلم بنت في الشارع، غالبا دي هتستجيب وهيبقى عندها افكار وحاجات معينه عن لو انت في مكان انظف او ارقى. لو انت شايف واحدة لابسة لبس معين أو بتعمل عادات معينة، غالبا عندها أفكار ومبادئ قد تختلف عن غيرها. لو لقيت واحد يعني لو لقيت واحدة في مكان معين، من الآخر خد بالك نوعية البنت هتفرق على الشخص. قد أنا كهاشم أكون كويس جدا 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 للبنت إكس، أو للبنت A، أو للبنت B، أو للبنت دي، أيا ما كان النوع. يعني أنا كويس للبنات A و B و C تمام. أي حد تاني مش هيحبني قوي، مش عشان أنا وحش، بس عشان أنا. فانا اكيد مش كل البشر هيحبوني، ده الانبياء اللي الناس كلها ما حبتهمش، فاهم؟ ده النبي الناس في ناس بتشتم فيه، فاللي هو كده. فاهمني ازاي؟ ده المسيح راحوا يصلبوه يعني فاهم؟ ده بني اسرائيل قتلوا انبياء، ده مش عارف ايه عملوا، فاللي هو ده حتى الانبياء بيتقتلوا بيتشتموا بيعملوا، فاللي هو انت اكيد مش احسن من النبي يعني تمام. فيا اسطى انت مش النبي، انت مش سيدنا محمد يعني وهو شخصيا كان بيتشتم، وكل الناس بتتشتم، ومهما كانت ناس عظيمه او غير عظيمه بتتشتم. اوكي. فانت غالبا في ناس هتكرهك برضو، او ناس مش هتحبك على الاقل، او ناس على الاقل مش متناسبه معاك، وده شيء عادي جدا. بس خد بالك انت رايح تفتح كلام مع بنت عامله ازاي، لان ده قد يحدد الموضوع. ده برضو شيء انك تاخد بالك منه، الجيرل تايب. فاهمني ازاي؟ حاجه كمان physical effort perception and attractiveness، دي برضو حاجه كمان لازم تبقى عارفها. physical effort الا هو ان انت تحط جهد جسدي. معناها ايه physical effort؟ ده هنا بتكلم فيه على البادي لانجوج، ان انت تكون واخد بالك من شكلك، ان انت حاجه زي مثلا ان انا بجرومد. يعني انا دلوقتي مش جرومد بنسبه 100%، لو انا عايز اظبط نفسي فاهم اللي هو اكلين شيف بقى كويس، لو انا يعني عندي الجوتي لوك اكلين شيف كويس، اظبط الجوتي مش عارف ايه. مثلا عندي حبوب هنا، دي اشياء ممكن اشتغل عليها، فاهم اللي هو اظبط اكلي اكتر، او ممكن ان انا اظبط الاسترس، او ممكن لو ده ليه علاقه بحاجه مثلا في سكين كير، ممكن اجيب حاجه للسكين كير عشان اظبط ده. ان انا مثلا اطلع شعري او احلق شعري او اعمل كذا اللي يخلي شكلي افضل وانضف.
طريقه لبسي الى ما ان انت تحط فيزيكال ايفورت في نفسك وانت نازل، لان ده برضو جزء من البوزيشننج. لو هي شايفه راجل واخد باله من نفسه ده شيء اتراكتيف، ده شيء يعني مبدئيا اتراكتيف فيزيكلي للعين، ثانيا اتراكتيف منتالي، ده راجل نظيف، ده راجل واخد باله من نفسه، ده راجل مسؤول، ده مش عيل صغير، ده مش متسول. فاهمني ازاي؟ دي حاجه يعني. لا لو شايفاك يا اسطى ماشي لابس تيشيرت سبونج بوب تفتكرك حماده هلال تلاقيك فاهم سبونج بوب فاهم، وجاي وماسك اناناسه في ايدك فاهم، هتفتكرك حماده هلال فاهم تقول هو عيد ميلادي جه ولا ايه، جايبين يغنوا لي سبونج بوب. انما لو انت جاي لابس كويس، لابس نظيف، هتبوزيشن نفسك في حاجه تانية. لو انت جاي لابس تيشيرت محطوط عليه حمو بيكا، هتقول هو انا دخلت موقف السلام ولا ايه يا اخواتي. انما لو انت جاي لابس اسود حاجه، لو انت جاي لابس حاجه كرنج مكتوب عليه رسمه انمي مثلا، اللي هو ما شاء الله ده جاي لي ارضعه ده ولا ايه، ده مين ده يا اخويا، مين العيل الصغير اللي جاي يكلمني ده، فاهمني ازاي كده. والبرسبشن انك تبقى واعي الحاجات اللي حواليك بتعمل لك ايه، مثلا الناس اللي معاك، البيئه اللي انت فيها، حتى حاجات بسيطه زي اللي هو تحركاتك، البادي لانجوج، طريقه كلامك. فاهمني، لو انت رايح تقول لها النجم مش عارف تتكلم بجنبه اكدح، اكيد هتقول لك يعني هتقول لك شتيمه وحشه، هتغلط في امك فاهم، فبلاش تجيب لامك الشتيمه اصلا. لو انت رايح تكلمها انجليزي بزياده فاهمني، مع ان خد بالك الطريقه اللي هو بالجنب دي تشتغل مع واحده من منطقه شعبيه يعني فتح احلامها اسمه حمو الدكه فاهم، وعايش في الضبعه فاهم، في تومباكتو فاهم، عايش في عزبة الهيجان فاهم. ده بالنسبه لها ده الاتراكتيف موديل فاهم، اللي عامل شعره ازرق من فوق فاهم، وعامل الار جي بي كات فاهم، بينور من هنا وبالريموت ممكن تغير اللون فاهم، فاهم يا بوي تكنولوجيا فاهم، ويمشي يقول له شوار يا باشا، شوار لي يا باشا، وعنده 3 سنان وعيب من هنا فاهم، واخد مطوطين هنا وهنا وهنا. ده بالنسبه لها يا دين امي فاهم، سيد الرجاله. ده نوعيه بنت. وفي نوعيه بنت تانية انا بالنسبه لها سيد الرجاله خطيبتي مثلا. وفي نوعيه بنت ثالثه بالنسبه لها فلان اللي اللي بيضرب مراته يمين شمال، ده اللي هو اتراكتيف فاهم، تقعد فاهم، اتراكتيف بالنسبه لها جدا، اوف الراجل العصبي المتعصب وكذا. وفي بنات تانية اللي هو انت لو اتعصبت عليها حرفيا ممكن تطلقك في ساعتها، اللي هو انا ابويا عمره ما اتعصب عليا، انت مين عشان تيجي تتعصب عليا كده. فاهمني ازاي؟ ففي بوزيشننج. ومثلا البنات الاغنياء لو انت رحت كلمتهم حتى زي ما بكلمك عادي هيشوفوك فلاح، انما لو انت رحت لازم تكلمهم اللي هو هاي هاو يو دوينج فاهم، واتس جود مورنينج، جود مورنينج هاو يو دوينج، يا حرفيا دول موجودين. يعني مثلا روح الكومباوندات الغاليه او الاماكن النظيفه جدا جدا هتلاقي من دول كتير حرفيا، حرفيا بتفتكرهم اجانب، فتلاقي كلمه بالعربي اللي هو هولد اون نيجا هولد اون، لحظه كده، لحظه يا ابويا، لحظه لحظه، تعالى 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 تعالى. انتوا ليه 90% كده 10% كده؟ يعني انا اعرف افهم العكس، 90% عربي 10% انجليزي افهمه، انا بتكلم كده اصلا، ده الطبيعي بتاعي. بس العكس اللي هو تكون قاعد كده، اي والله لازم شفت واحده بتكلم صاحبتها اللي هو oh my god like it's been so difficult recently like I've been going there and this and he did this to me and this and she's like oh my god that's so intense baby yeah yeah انه عارفه ايه اسوأ حاجه انه he did it. فانا اللي هو اي في حاجه غلط اللي هو سمعني تاني كده فاهمني. فده برضو طريقه كلامك والبرسبشن هتتغير بناء على ده. فده شيء حطه في بالك. والاتراكتفنس اوفر ان انت تكون زي انك باني جسمك او بعد كده ديسيبلين ومنتال كومباريسون، دي بقى حاجه برضو الناس ما بتتكلمش عليها. لو انت راجل منضبط هيبقى عندك ثقه بنت كلب. لو انت عامل حاجات صعبه فشخ، انا مثلا جاري الترا ماراثون 100 كيلو، انا دلوقتي بتجهز لالترا ماراثون 50 كيلو، بالمناسبه اي حاجه فوق 2 اي حاجه 50 كيلو وانت طالع تعتبر الترا ماراثون. فانا جريت 100 كيلو قبل كده وهجري 50 كيلو دلوقتي فور ذا لاف اوف ذا جيم، وبنيت بيزنس من الصفر، وعندي تشانل فيها 25000 شخص، وعملت كميه حاجات بنت كلب. زي مثلا ابسط مثال هو اللي انا بحكيه لك ده، ان انا بنيت الاساس ده كله والسيستم ده كله، عارف الحاجات دي كلها. مع ان انت لو شفتني زمان اقسم بالله ما تصدق ان انا يا اسطى حرفيا كائن اللي هو لسه هتلعب معايا بلاي ستيشن، اللي هو يا اسطى كنت ريتاردد يا اسطى، كنت ريتاردد فاهمني. انا دلوقتي ابجريدد من ريتاردد لاوتستيك فاهم، يعني مش اي حد بيتفرج على الكونتنت ده لان انا اوتستيك فاهم. فلما بتبقى اوتستيك اكشلي بتلاقي الراحه فاهم، بتوصل للنيرفانا فاهم. عارف بوذا وهو قاعد فوق الجبل كده بيوصل للنيرفانا، انا بقعد كده اللي هو بس في جبل الاوتيزم فاهم، انا بتسلق هرم الاوتيزم كده. مش بيقول لك الاوتيزم ده سبيكتروم انا جايب اللفه كلها. الاوتيزم عندي مش خط يا ابويا، ده دوريه وبلف فيه سوبر ريتارديشن. المهم فمنتال كومباريسون. فدلوقتي لما اكون عملت الحاجات دي كلها يا اسطى انا عندي ريسبكت لنفسي ابن كلب. فلما واحده مش حباني اللي هو يور لوس بيتش اي دونت كير يور لوس، لانه فعلا اللي هو
يور لوسس، انا عارف نفسي، انا عارف اللي اقدر اعمله وعارف انا رايح فين، فهو مش قصه غرور بس، يعني سكه الصراحه، لان في، ده واقع يا اسطى. بص ده واقع انه اوفرول لو بنت انا عارف لو مثلا ان انا فاليبل كفايه ان انا اقدر اقول ان مفيش زيي كتير، فاللي هو جود لك ان انت تلاقي حد زيي. نرجسيه، نارسيسست، انت شايف نفسك، سوري يا اسطى بس ده حقيقي من كل حاجه. وخطيبتي تيجي تشهد يا جماعه اشهدي، ده حقيقي في حاجات كتير. في حاجات ما اقدرش ان انا اتكلم فيها هنا، في حاجات هتبان كرنج لو اتكلمت عليها هنا، بس يعني انا عارف قيمتي، ومش من هوا بل من اثبات وانجازات. فاهمني ازاي؟ فهي نفس القصه لما تبنيها، لما تعمل حاجات صعبه، لما تنضبط، لما تكون عايش حياتك عامه. واكشولي ده حاجه نتوسع فيها بقى، انه عشان تبقى تعرف تتكلم مع بنات خلي عندك حياه بصفه عامه. هتقول لي اهلك، لانه ايوه يا اسطى بتفرق، لان ده كله انت كلك بتتاثر. فاه يا اسطى ما يبقى عندك حياه وهوايات واهداف وحاجات بتشتغل عليها وعامل حاجات صعبه، ايوه يا اسطى ما بيفرقش معاك قوي، تبقى منضبط يعني اليوم يا اسطى اللي انت رايح فيه جاري ورايح الجيم وعامل مديتيشن ومخلص اللي وراك وبالصدفه قابلت بنت، هل ثقتك ان انت تكلمها هتبقى فين؟ تبقى هنا. انما لو في يوم انت قعدت في الموبايل وتسكرول ومش عارف ايه، هي عملت شويه شغل كده، نزلت الجيم عملت ايه، مش قادر، وتروح تيجي تكلمها، تبقى ثقتك هنا. فعلى حسب انجازك، فاهمني؟ اللي هو عارف انت مثلا لما، يعني ساعات شفت الحوار ده في فيلم قبل كده ولا حاجه، اللي هو البطل اللي عمل انجاز كبير قوي وبعدها وهو قاعد كده لقى بنتين، اللي هو فاك يلا نروح ويروح ويعرف فعلا يرز البنتين، فاهم ليه؟ لان بعدها عنده كونفيدنس بوست. فلو انت عندك الكونفيدنس بوست ده 24 ساعه بسبب ان انت اكشولي راجل واكشولي مسؤول واكشولي منضبط والخيار مش تحتك وكسول، يا اسطى بتبقى الموضوع اسهل بكتير وبتبقى اتراكتيف اكتر بكتير وبتبان كده. فاهمني ازاي؟ ويا اسطى العقليات اللي تاخد بالك منها زي ان انا، انت سيء، انا وحش، انا ما فيش، انا زباله يا اسطى، مفيش بنت هتحبني، انا ما بتحبني، انا يا اسطى، يا اسطى شيل الخيار من تحتك وعيش حد مهتم. ما حدش مهتم يا اسطى، اشهر محدش مهتم. سوري ان انا مش قصدي ابقى بضان يا اسطى، ان انا عارف الاحساس ده كويس، لا يا اسطى بلاش كده، انا بحبك يا اسطى، محدش هيحبك، انا احبك، فاهم؟ انا موجود يا اسطى. يعني اعتمد على الكسندرك، هو موجود دايما بيبوست، وبص قصدي 700 فيديو، فاهم؟ موجود يا اخويا، 700 فيديو، سنتين شغل على الاكاديمي، ايميل وانستجرام وتويتر، انط لك على كل البلاتفورم، فاهم؟ موجود لك في كل حته، الكسندرك دايما موجود يا اسطى وعمره ما بيروح. اي خدمه. فيا اسطى لا يا اسطى مش انت اللي خرا وانت اللي كذا، بس ممكن يكون في حاجات معينه فيك سيئه فانت بتشتغل عليها عشان تحسنها. بس انت اللي هو كبني ادم من اساسك، لا يا اسطى، ربنا خلق البني ادمين، البني ادم معزز مكرم، فاهم؟ فلا يا اسطى انت ما تقولش على نفسك كده. وده الحاجه التانيه، انه زي ما بقول لك الموضوع مش بيرسونال اتاك. مش معنى ان انا عندي حاجات، يعني انا مثلا، ما هو انا نفس البني يعني، في حاجات كتير جدا فيها تغير، هو انا اتغيرت فعلا 180 درجه. بس اللي هو في الاخر يعني، هل مش انا نفس الشخص بس اتحسنت؟ ايوه. بس انا نفس الشخص، يعني نفس اللي عديت بيه قبل كده ستيل عديت بيه، فاهمني؟ بس حسنت. فايوه، فما بقتش نفس حاجه، اللي هو عارف انت نفس الشاسيه بس عربيه مختلفه، فاهم؟ كأن انت نفس الشاسيه بس انت غيرت المحرك وغيرت البادي بتاع العربيه. فهل هي نفس العربيه؟ غالبا لا. فاهمني ازاي؟ فهي نفس الفكره. حاجه كمان يا اسطى، انه يا اسطى البنات سكه، آه، جرب بشر يا اسطى، جرب بشر. فان انت تعاملهم زي ان هم ريورد، او ان البنت كل يا اسطى بص، كون ان بنت اتراكتيف، ممكن تكون اتراكتيف واكتر شخص بيض في الدنيا، ممكن تكون اتراكتيف وريتاردد، فاهم؟ ممكن تكون اتراكتيف تبقى متخلف، تبقى عبيطه، فاهم؟ ممكن تكون بتريل وهي ماشيه، فاهم؟ عادي جدا، مش معنى انها اتراكتيف معناها انها ليها قيمه. اتراكتيف معناها مبروك، هي جينيتيكلي اتولدت عندها صفات معينه انت بتحبها. لان برضو الاتراكتيف ليك ممكن ما يكونش اتراكتيف ليا. هي اتولدت، وانا مثلا بحب البنات اللي بتروح الجيم، في ناس كتير لا بتحب البنات الرفيعه عصايه، في ناس كتير بتحب البنات التخينه، فاهم؟ كل واحد حر. ده مثلا مثال. او ان هي مثلا بتعمل حاجه معينه في شكلها وانت مش شايفها، ده كل ما معناه، مش معنى كده ان هي افضل او اسوأ منك، مش معنى كده انها حد عظيم، ده كله بتعرفه لما بتعرف الشخص، فما تعملوش باي اساس. ويا اسطى انك كبر دماغك عن ده. الحاجه اللي بعد كده هو هاف كواليتي ميل فريندز، يبقى عندك صحاب رجاله كويسين. ده بيبوست الكونفرنس بتاعتك، لان انتوا اصلا لما تقعدوا مع بعض زي ما تقول الماسكولينيتي بتحد الماسكولينيتي، فاهم؟ ايرون شاربنز ايرون، ذا ايركشن شاربنز ذا ايركشن. انت واصحابك كلكم قاعدين مع بعض بتهزروا وبتعملوا، ده بيديك زي ما تقول ايه، ماسكولين انرجي اكتر، فاهم؟ بيخليك متعود على الرجاله وبتاع. وده بالنسبه للباجات هو الشيء الاتراكتيف.
يعني هي اكيد مش عايزاك تبقى فيمينين، فمش عايزاك تبقى كتكوت، يعني هي اوريدي هاز ا بوسي شي doesn't want another one، فاهمني؟ ما تبقاش بوسي. فيا اسطى لما تكون قاعد مع اصحابك وتبيضوا على بعض وبتاع، اللي هو انت بيبقى عندك هاير ليفلز اوف كونفيدنس اكشولي. وكمان بيخلوك اكاونتبل، فاهم؟ لو انت عايز يا جماعه انا خايف اكلم بنت هيبص لك كده اللي هو يلا يلا ما تروح يلا، انت كذا، فاهم؟ فانت اللي هو فلازم تروح فتروح، ويشجعوها كذا كذا، فاهمني ازاي؟ فيبقى الموضوع قشطه، فده بيديك ثقه. بعد كده حاجه كمان مش بيتقال عنها قوي، هو سنجل اند هابي مايند سيت. عشان تعرف تلاقي ريليشن شيب وعشان ترتاح في التعامل مع البنات عامه، خليك مبسوط وانت سنجل. ليه؟ لان desperation is unattractive. انت desperate محتاج واحده unattractive في اي حاجه يا اسطى. في الفلوس لو انت محتاج فلوس خلي بالك فلوس اقل. في الصحاب محتاج اعمل صحاب تلاقي فلوس اقل. هو يا اسطى محدش بيحب حد desperate، فاهم؟ desperation is a bad trait. فيا اسطى انا حرفيا قعدت فتره كده اللي هو شفت انا سنجل اند هابي، فاهم؟ I'm happy. فجس وات لقيت الموضوع اسهل بكتير، ولقيت مهاراتي في السوشيال سكيلز والتعامل مع البنات اسهل بكتير. ليه؟ لان انا ما بقاش في دماغي ان انا محتاج ريليشن شيب، انا بحاول احسن ده كله عشان ريليشن شيب. لا، التعامل بقى عادي جدا، بس انا كنت بروح اعملها فور ذا لاف اوف ذا جيم، فاهم؟ اللي هو كل ده ابروتش فور ذا لاف اوف ذا جيم. حرفيا بكل ده ابروتش انا اعود نفسي ان انا اعمل كده عشان لو احتجت المهارات دي في اي وقت اقدر ان انا اعمل كده، او اروح اعمل كده لان انا عارف ان انا بخاف من ده او كنت بخاف من ده، فده بيخليني اون بوينت، فاهمني؟ ان انا عندي ثقه في الحوار ده، وان انت اوريدي عندك هابي مايند سيت، بوزيتيف مايند سيت مش نيجاتيف. حاجه كمان يا اسطى اللي هو اللاف سونجز، بطل تسمع لاف سونجز لو انت مش في ريليشن شيب، فاهم؟ بطل تسمع اصلا اغاني حب وبتاع وانت مش في، لان ده بيزود فيك اللي هو ما عنديش الحاجه دي انا وحش فاهم؟ انا هوبليس رومانتك، تقعد تعيط بقى وبتاع وتشغل اغاني حزينه واكس تنتاسيون، فاهم؟ تقعد تعيط كده يا اسطى، اشيل الخيار من تحتك. انا محتاج كاونتر، محتاج احط كاونتر في طرف الفيديو كده عن الخيار، فاهم؟ كام خيار شلناها من تحتك الفيديو ده. محتاج اعمل سلسله اسمها ازاله الخيار، فاهم؟ سلسله كامله ازاي تشيل الخيار. ويا اسطى اباندنس، خلي في دماغك فكره، بص يا اسطى انا ما عنديش مشكله اتجوز في ال40، فاهم؟ مش قصدي اللي هو فعلا اتجوز في ال40، بس اللي هو لو عشان الاقي الشخص المناسب استنى لحد ال40 او ال35 او ال30، قشطه، طالما ان انا ضامن ان هو الشخص المناسب، يعني لو في كل حاجه انا عايزها، اوكي. فده يخليك مش مستعجل، فده يخليك مش متوتر، فده يخلي الموضوع ايزي بيزي، فاهمني؟ حاجه كمان يا اسطى هو الانكزايتي والمنتال هيلث، التوتر الزايد اللي بيجي لك عنك اجتماعيا والاوفر ثينكينج بيجي بسبب ان المنتال هيلث بتاعتك بايظه. ويا ريت حد يعمل ستامب للحته دي برضه ويكتب قد ايه الحته دي مهمه. انه يا اسطى نفسيتك لو انت مكتئب، لو انت متوتر، لو انت متشتت دايما، ده بيخلي دماغك اسوأ، ده بيخليك خايف، ده بيخليك مش واثق من نفسك. فده شيء مهم تشتغل عليه. واكشولي بعيد عن توبيك الفيديو، ده شيء مهم ليك جدا. ركز على المنتال هيلث بتاعتك يا اسطى، فاهم؟ يعني انت لو قدامي دلوقتي اديك حضن، فاهم؟ اخدك بالحضن كده واخليك تعيط على صدري، فاهم؟ وطبطب على راسك كده، اجيف يو بات اون ذا هيد واقول لك دير فاهم؟ اتركك تعيط على هذه الجوتي، فاهم؟ لما يبقى عندي لحية اقول لك كراي اون ماي بيرد، فاهم؟ واقول لك دير. بس انا مش قدامك عشان اديك هذا الدعم الاخوي الجميل جدا. That's too gay to be honest. هذا الدعم الاخوي الجميل جدا. فلازم ان انت تظبط المنتال هيلث بنفسك يا اسطى. انا ما اقدرش ان انا يا اسطى اتاك يو ان، فاهم؟ اعمل لك ميل واجيبها لك يا اسطى، اقول لك دير يا اسطى جود نايت، فاهم؟ واقفل لك الدور، واديك بوسه، فاهم؟ واقفل واغطيك واروح اقفل لك الباب، فاهم؟ واغني لك من ورا الباب، فاهم؟ ما اقدرش الكسندرا كلايسا موجود عشان يطبطب عليك ويخليك تنام بالليل. فبعدين انت تعمل ده بنفسك يا اسطى. فلوك ان، فيا اسطى بجد بجد لوك ان. وقصه لهذا الموضوع هو دونت اكت يا اسطى، ما تمثلش، ابدا نمي المهاره تدريجيا. انا شخصيا لما لقيت البنت بتاعتي and she's the love of everything، فاهم؟ she's the love of my life, she is a، فاهم؟ to her. حرفيا انا ما احتاجتش ان انا امثل حاجه. كل اللي عملته ان انا اتكلمت زي ما عايز اتكلم، هزرت زي ما عايز اهزر، اتعاملت زي ما عايز اتعامل، ما عملتش حاجه. ليه؟ لان انا اوريدي امبروفد نفسي، فانا مش محتاج امثل. وجاس وات، وده اللي انا عايزه. انا عايز حد يحبني عشان انا، وهي عايزه انا احبها عشان هي، فده اللي احنا عملناه. فبكل بساطه الموضوع مش محتاج انك تمثل زي حد، مش محتاج البيرفكت بيك اب لاين، مش محتاج كذا. محتاج ان انت تعمل الحاجات اللي قلتها لك دي، اللي اكشولي هتديفلوب فيك مهارات حقيقيه او اشياء حقيقيه عشان تطور من نفسك. وده هو اللي احنا بنعمله في هذه الشانل.
في لينكات لكل ريسورسز انا عاملها، واهم ريسورس هو اول لينك في الديسكربشن اللي هو الالكسندر اكاديمي بروجرام. هناك هساعدك ان انت تنمي نفسك كراجل، وانت تتفرج على فيديو زي ده وعايز ان انت تنمي نفسك وعاجبك الفكره دي، ده هيساعدك. لو انت جديد هنا، اول كم تو ذا الكسندر كالت، اول لينك في الديسكربشن البروجرام بتاعنا، او اعمل سبسكرايب للشانل عشان تشوف الفيديوهات الجديده، شير الفيديو لحد ما يستفيد منه. باي ذا واي we have a membership section where you can see exclusive videos، وتقدر انت تعمل سبيشال فيديو ريكوست في ليفلنج اب. يعني الشانل مليانه حاجات يا اسطى، انا هعمل لك حاجات جامده جدا، فاهم؟ روح شوف. بس جود باي برو، وجو لوك ان يا اسطى، جو لوك اون ذيز هاز، جو ريز ذا هوز برو. Actually لا، ما تجوش raise the hose. We don't want to get hose. We want to get wife bro. We want to get the wife. We want to get the woman, not the hose. Fuck the hose. Get the woman. Get the wife. Okay. نمارس المديتيشن قليلا عشان نريست النيرفس سيستم، فاهم؟ Welcome to the unfiltered section where you see the retardation في أعلى صوره. عارف يا اسطى، وأنا بصور الفيديو ده معايا قهوة بالريحان، فاهم؟ قهوة بالريحان. جربت وأنا بعمل قهوة كده، اديتها النظرة، قلت ايه حاجة بحبها تانية الريحان؟ لو أنا حطيت ريحان بيزل على قهوة هيبقى طعمها ايه؟ والصراحة لو كي نوت باد. تحسها قهوة، أنا عاملها قهوة بلبن بريحان. تحسها قهوة عاملة ازاي؟ تحسها قهوة بس يعني تحسه مشروب نازل من شجرة دايركت، فاهم؟ يعني تحس ان انت ده، يعني تحس ان القهوة دي تحديدا تعملها وانت قاعد في ارض خضراء في النرويج، فاهم؟ قاعد بتبص على الجبال وتمسك كوباية كده، فتحس بطعم الارض كده، فاهم؟ بيك. anyways كفاية retardation. let's save the retardation for the next video.